الشركات التي أخذت استثمار في مطار دمشق الدولي مثلا. هناك مثلا مطار حلب أيضا سيعمل على استثماره في القريب العاجل، وهناك شراكات إقليمية. أنا عندما توجهنا في الرحلة الأولى إلى المملكة العربية السعودية فنحن عرفنا المفتاحين. السعودية مفتاحك إلى أين؟ أكيد. السعودية مفتاحك إلى أين؟ السعودية بلد ذاهب إلى ازدهار واستقرار وتنمية واسعة، وهذه التجربة أصبحت فريدة في المنطقة. وأنا منذ فترة طويلة أتابع الرؤية التي طرحها سمو الأمير محمد بن سلمان، فرأيت أنها ليست فقط عند حدود المملكة العربية السعودية، ورأيت أنها رؤية تشمل المنطقة بأكملها يعني. ونحن لقطنا هذه الرسالة، وعندما وصلنا إلى دمشق سارعنا بالمجيء لكي يعني نكون جزء من هذا الترتيب الحاصل، والامتيازات الموجودة من حيث الموقع الجغرافي والموارد البشرية موجودة في سوريا، فامتيازات كبيرة جدا إذا اجتمعت مع هذه الرؤية فيحصل هناك نوع من التكامل. وسوريا اليوم لديها علاقة مثالية مع تركيا، لديها علاقة مثالية مع المملكة العربية السعودية، أيضا مع دولة قطر، مع الإمارات العربية المتحدة، وهذه الدول الناجحة فيما أعتقد، مع احترام لباقي الدول أيضا، دول مثل مصر والعراق وباقي الدول لديها النجاح، لكن هذه الدول تعمل بجهد مضاعف يعني وسرعة فائقة، وأيضا تواكب التطور الحاصل في العالم، التطور التقني والتكنولوجي وما إلى ذلك. فهذه كلها إشارات على أن وأحيانا نحن نعيش في العالم نستطيع أن نعيش منفردين. التكامل الحاصل هذا هو ينشئ في المستقبل على المدى الاستراتيجي اقتصاد متكامل، ويحصل هناك دورة اقتصادية متكاملة ما بين كل هذه الدول المهمة، لأن نحن نمتلك أهم المواقع بمجموع هذه الدول. نحن نمتلك أهم المواقع، لدينا إطلالات على